أنس حبيب، أظن الاسم لوحده يخض دلوقتي بعد الأحداث الأخيرة، صح؟ أنس عمل لهم خرم في دماغهم حرفيا وما بقوش عارفين المرة الجاية هو ممكن يطلع لهم مش انت كنت قلت قبل كده لو الشعب عايز نمشي فأنا همشي؟ قسما بالله العظيم لو المصريين ما عايزين ما هقعد في المكان ده. والله 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 لو انتوا مش عايزين نبقى موجود هنا انا ما عنديش مشكله ولا ثانيه واحده ضد اراده الناس، لكن لو انتوا مش عايزين يا قسما بالله العظيم لو نزل شعب مصر وقال لا ده امر عظيم جدا، قولوا اللي انتوا عايزينه. مش هنرجع فيه، هنمشي. قلت على طول الحكومة تقدم استقالتها الخميس وانا هدعو الانتخابات رئاسية مبكرة السبت، ويجي حد تاني يمكن يكون اكثر خبرة واكثر قدرة مننا، ربنا يوفقه. تعال انت اقعد مكاني على الكرسي واحكم انت. متشكر. العفو. الف شكر لك. ولا متشكر ولا يا رب يوفق ويولي مصر من يصلح ويبارك في عمله وقفوا جنبه للي جاي. طيب مش انت ايها القزم الذليل كنت بتقول ان انت بتتابع كل كبيرة وصغيرة في البلد؟ وانا بسمع كتير يعني مرة وانا قاعد كده بسمع بحب اسمع جدا ويسجلوا لي الحاجة واكتب واقعد اقرا عشان اشوف الناس بتقول ايه. ما تجرب كده كمان تبص على النت الله يبارك لك علشان تشوف الناس قد ايه مسحين بكرامتك انت وشويه البقر دول بلاط السوشيال ميديا والابليكيشنات المحيطه، عشان تعرف فعلا قيمتك وشعبيتك الحقيقيه عند الشعب المصري اللي انت قهرتهم وقتلت الحلم والامل من قلوبهم. طلع التبادله واديني طلعه يا عم، اديني طلعه، اديني طلعه يا اخويا. ايه حد يموت او حد يحصل له حاجه في عينيه يتحاكم الضابط احمد؟ لا مش هيحصل خلاص. ما احنا كتاكيت، احنا ولاد كلب، انتوا ولاد ربنا. انت والفسد بتوع الطائفه الوظيفيه بتاعتك قمعتوا المصريين، قهرتوهم، ما بقاش يا عيني في ايديهم اي وسيله يقدروا يغيروا او يظهروا عددهم ويظهروا امكانياتهم وقدراتهم ان هم اكتر منكم، ان احنا الاتاريه، احنا اصحاب الحق، احنا اصحاب البلد، ويقدروا يقولوا لك لا او يرفضوه. كمان قصاد ده السحره من الاعلاميين بتوعك واللي على السوشيال ميديا يكذبوا على الناس ويضللوهم ويحسسوهم يعني ان هم غرباء ومقهورين في بلدهم ما لهمش صوت. استنى ايه ده؟ مين ده؟ مين ده؟ انا قلت لك ايه؟ مين ده؟ مين اللي جاب الجون؟ انا لا يا بني ادم قول لي يا عمرو انت قلت، قولوا لي انت قلت. هم قليلين شويه نمل اخرهم بس يمشوا جنب الحيط. في ناس كده يا باشا شياطين مزاجهم يفعصوا في النمل، الواحد فيهم لو كل يوم ما فعصتوش 100 نمله ينمل ما يجروش نوم. لا مؤاخذه انا شايف كده كلام احذروا الكلام اللي كان اتعمل من 7-8 سنين مش هيتكرر تاني في مصر. ويزيد بعدها من طغيانه ويتعامل مع المصريين بكل استخفاف، وهو بيقول لهم هنزل لكم الجيش يبيد شقاكم والشرطه تكسر شقى عمركم وميراث عيالكم. ظن ان الخوف اللي فرضه والرعب اللي نشره موت النخوه جواهم، وانه كسرهم وسلبهم كرامتهم قدام طغيان. مفيش شك ان القوه والسلاح بيدوا الطاغيه ثقه وغرور، بس كمان بيدوا له شيء من الغباء وسوء التقدير. احنا عملنا اول خطوه ترجع للناس الامل وبلدهم تاني ليهم، ترجع ليهم الامل وحقيقه ان هم الاكثريه وهم اصحاب البلد دي، وانت وطائفتك الوظيفيه ما هم الا قله منتفعه ماسكه بس البلد بالسلاح والحديد والنار. حركة جيل زد في مصر أطلقت استفتاء على موقعها في الإنترنت للتصويت على عزل السيسي. ويعملوا استفتاء لعزل السيسي. قال لك هنعمل استفتاء إلكتروني على عزل عبد الفتاح السيسي. في سيرفر اسمه جينزي 2000 عملوا تصويت على وزارات إلكترونية ولا إيه يا جدعان؟ هذه الحقيقة وانتشرت وكل الناس عرفت عشان واحد إخواني اسمه أنس حبيب عمل كده.
استمارة عزلك على موقع جينزي 002.net هتلاقي رابط وثيقة العزل في التعليق. الشعب يقدر من خلالها بكل سهولة يظهر صوته وكلمته ويوقع على عزلك وخلاصنا منك. وعشان تعرف فعلا قيمتك وشعبيتك الحقيقية عند الشعب المصري اللي انت قهرتهم وقتلت الحلم والامل من قلوبهم. مش انت كنت قلت قبل كده لو الشعب عايز نمشي فانا همشي؟ طيب تعالى بقى نشوف شعبيتك الحقيقية. لما هاجي عايز اخرجكم من العوز واخليكم امه ذات شأن بفضل الله سبحانه وتعالى، تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي. ازعل ولا ما ازعلش؟ فدي ازعل، فدي ازعل. ولا يهمك ولا يهمك يا حبيبي، دول كلهم بيغيروا مني. ايوه كل واحد فاهم روحه ينفع دكتاتور وطمعان في مركزه. ايوه حتى الجهله واللي ما خدوش الاعداديه. مش انت كنت بتقول لو الشعب مش عايزني فانا همشي؟ خلاص احنا بنعمل استفتاء علشان نشوف الشعب عاوزك ولا مش عاوزك. ما اقدرش اسمح لنفسي ولا اقبل لا لكم ولا ليا ان انا ابقى موجود في مكاني ده رغما عنكم. عرفت خلاص ان دي كانت فعلا رغبتهم من 10 سنين فاتوا، ولا عشان عارف ان انت كذاب ومش هتطلع منها الا على ظهرك يا سيسي؟ افتحوا الشوارع وهتشوفوا ان انتوا لا رقم لكم ولا وزن لكم. شاركت في استفتاء عزل عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي اللي عمله شباب جينزي 002. في استفتاء جينزي 002. تم حجب تطبيق ديسكورد في مصر. ايه ازاي ده؟ والله بيقول لك ان التطبيق كله قفلوه. ومش بس الموقع ده، الديسكورد كله اتحظر في مصر. مش الاستفتاء، لا مفيش حد لاعب هنا، مفيش حد هيستفتي هنا. ما انت جامد يا عم، ما انت الناس كلها عاوزاك، ما انت القائد الملهم اللي الناس ما تقدرش تعيش من غيرك. خايف ليه من بس صوت الناس بتقول هي عايزاك ولا مش عايزاك بكل بساطه. لا ده تفكير ضيق قوي، تفكير ضيق قوي انك تبقى فاكر ان الناس عايزه. الأول كنت بتعتقل أي حد مخالف لرؤيتك المهببة لهذا المستقبل الخربان، ولما لقيت الشعب اتجرأ والناس بقت تدخل بالآلاف ما بقاش عندك يا عيني غير إن أنت تمسح وتعمل ديليت. ما أنت هتعتقل الشعب ده كله إزاي؟ ما عندكش سجون تكفيهم، ولو كان عندك فأنت تقدر مجرم وتعملها. والله حالة الرعب اللي حصلت للنظام السيسي بسبب الاستفتاء وحجبهم للموقع مع أول ساعات انطلاقه خليته يطلق بالتوازي مع الحكاية دي لجانه الإلكترونية، وتصدرت هاشتاج زي السيسي رئيسنا وزي تفويض الزعيم السيسي بقت ترند للتغطية على ترند عزل السيسي. وكأنها فرفرة الزبيب لما تلاقي صورة زي دي بتلف في يوم زي ده على جريدة الوطن والسي بي سي واكسترا نيوز والدي ام سي والدستور واليوم السابع والقناة الأولى المصرية، يبقى لازم تعرف ان في واحد مهزوز هو اللي بيدير المشهد كله. وتم الإرسال كمان من جهاز سامسونج، يعني لا شعب اختار ولا متمسك ولا أي نيل. بس اللي يحظر موقع من مصر كلها بعد ساعة بس من انطلاقه يقدر يفهم قوي انت خايف من الاستفتاء ليه، ويقدر يفهم قوي انك عارف شرعيتك وشعبيتك شكلها عامله ازاي في الشارع. مفيش مسؤول قوي الا بناسه، وساعة لما ناسه تتخلى عنه خلاص لو عنده كرامة يسيبها ويمشي. ارحل يا بالبيت، ارحل يا ابني، ارحل قبل فوات الاوان.
عهدك مصايب مفرق جرايب وخلى الحبايب بتشمت في دم ما ترحل يا عم. يحبك تماين والا انت خاين ولستة كماين حافظينها صح. كفايه اشتغاله ورحلي وتعالى لما انت عالى فمش ناقصه هم ما ترحل يا عم. الخلق ضاعوا وراهنوا وداعوا عيالنا اللي جاعوا بتحلم بمام شويه حساسه بناقص غلاس مفيش في الرئاسه سمع وتزوج ورؤيه وشام. ما ترحل يا عم قفل جهازك واخرج بليز ولو حد عازك فدول المعين فكبر دماغك وبتدوس له تم وترحل يا عم. هترحل يا عم ارحل يا عم ارحل يا اخي لوجه الله. غور في 60 داهيه الناس بتموت منك لله. حب على راسك ارحل ارحل هترحل. اخر مره بقولها ارحل يا بلبيسي ارحل يا بلبيسي ارحل يا بلبيسي ارحل ارحل يا عدو الله.